زي ما انت شفت في العنوان كده بالظبط، في 3 خطوات هتقدر تبني الويب سايت بتاعك. لو انت صاحب مصنع او صاحب شركه او عندك حتى عياده او عندك مركز صيانه كبير، فاكيد هتحتاج ان انت يكون عندك ويب سايت خاص بالمنتج بتاعك والشركه بتاعتك. طيب انت دلوقتي مش فاهم في البرمجه وما عندكش خلفيه برمجيه ومش عايز يبقى في حد يبقى وسيط ما بينك وما بين الويب سايت بتاعك، وانت عايز تتحكم في كل حاجه براحتك. هتقدر من خلال منصه ويلت تبني الويب سايت بتاعك في اقل من 5 دقائق. كل اللي عليك تدخل على المنصه وتعمل الاكونت بتاعك وتبدا تبني الويب سايت. طيب انت عايز تبني ويب سايت او متجر الكتروني، كل ده موجود في منصه ويلت. كل اللي عليك هتتفرج على الفيديو للاخر عشان تعرف ازاي تبني الويب سايت الخاص بيك، او حتى لو انت عايز تعمل متجر الكتروني. ان شاء الله في فيديو النهارده هنبني ويب سايت خاص بينا، وان شاء الله في فيديوهات جايه ان شاء الله هنبني متجر الكتروني كامل باستخدام ويلت. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتيره بتشرح منصه ويلت خطوه خطوه عشان تقدر تتحكم في كل حاجه بنفسك وما تحتاجش لاي حد. يلا بينا نبدا الفيديو. طيب هنبدا ان شاء الله نتعرف على الواجهه الاماميه للويب سايت. اول حاجه هندخل على جوجل ونكتب في البحث wilt.com. هسيب لك برضو اللينك بتاع الويب سايت في الديسكريبشن تحت الفيديو. دي كده الواجهه الاماميه لمنصه ويلت. اول حاجه هنا طبعا زي ما انت شايف الويب سايت شكله جميل جدا، وبيشرح لك بقى كل حاجه انت هتعوز تعملها. فهو دلوقتي بيعرفك هنا ان ده افضل بديل عربي تقدر من خلاله ان انت تبني الويب سايت بتاعك في اقل من 5 دقائق. طب دلوقتي انت مش هتحتاج يبقى عندك ولا خلفيه برمجيه ولا اللي هو تكون بتفهم في التصميم، وهيبقى فيه دعم فني مميز. وطبعا انت عندك تجربه مجانيه لمده 7 ايام، لان هم واثقين فعلا في المنتج بتاعهم وعارفين ان هم عاملين حاجه قويه تقدر تنافس في الاسواق المحليه والاسواق العالميه. فهنتعرف على الواجهه الاماميه كده بشكل سريع. تقدر تبني الويب سايت بتاعك في 3 خطوات، وبرضه تقدر تنشئ متجر الكتروني. وطبعا في دعم فني باللغه العربيه، ودي كده اراء الناس اللي موجوده. تقدر تخش وتتعرف على كل حاجه وتعرف المنصه اكتر واكتر. طيب هنبدا بقى على طول بالتسجيل. احنا دلوقتي عايزين نخش على المنصة ونبدأ نتعامل مع كل حاجة فيها، فلازم نبدأ نسجل. أول حاجة هندخل على ابدأ 7 أيام مجانا عشان نجرب. طيب دخلنا على صفحة التسجيل، هي جاية باللغة الإنجليزية، ممكن نخليها باللغة العربية. هكتب البيانات بتاعتي سريعا وبعد كده هنكمل الخطوة اللي بعدها. وهنكتب هنا رقم التليفون، أنا مسجل كل حاجة. دي كده البيانات بتاعتي. بعد ما بتكتب البيانات بيبعت لك رسالة على الرقم اللي انت حطيته، تمام. وبعد كده بتبدأ تدخل الرمز اللي هو بعته، وبعد ما بتكتب الرقم اللي جالك اللي هو الكود اللي جالك بتعمل تحقق، وبعد كده بتستنى تدخل على الصفحة. طبعا كده خلاص انت سجلت دخول والحساب بتاعك اتفعل، وهتقدر تستفاد بال7 ايام المجانا اللي هنقدر من خلالهم نختبر كل حاجة في الويب سايت والخدمة دي، عشان نبقى مطمنين ان فعلا دي خدمة ممتازة وهتفيدنا في كل حاجة. فهنبدأ بقى دلوقتي. هو بيسألني بقى شوية كلام، انت كان عندك ويب سايت قبل كده ولا لا؟ فانا مثلا هقول له لا، انا ما كانش عندي اي ويب سايت قبل كده. والتالي فهو دلوقتي بيقول لي انت عايز دلوقتي تبني الويب سايت بتاعك يبقى شكله ايه؟ عايزه يبقى بتبيع عليه منتجات اونلاين، ولا بتعرض خدمات اونلاين، ولا انشاء مدونة شخصية، ولا الربح من الانترنت عن طريق تسويق بالعمولة والدروب شيبينج. احنا دلوقتي هنبني الويب سايت الخاص بينا اللي هو عرض خدماتي اونلاين. بعد كده التالي هنا بقى شويه اسئله بسيطه كده، عايز يعرف انت عايز الويب سايت في قد ايه وقت، انت محتاجه امتى يعني. فممكن اقول له في اسرع وقت، عايزه في خلال اسبوع شهر. برضه لو انت مش مستعجل وعايز تجرب هتقول له طبعا ان انا مش مستعجل وانا بجرب الخدمه يعني. فمثلا انا دلوقتي راجل مستعجل وعايز الويب سايت بتاعي في اسرع وقت، فانا هقول له لا، انا عايزه في اسرع وقت. طيب رابع حاجه معانا وهي اخر حاجه في السيرفي ده، هو بيسالك دلوقتي بيقول لك انت بتعتبر نفسك صاحب مشروع ولا مستقل ولا وكالة دعاية ولا طالب ولا مدون أو مؤثر. فطبعا احنا دلوقتي هنعمل المشروع ده لنفسنا، فأنا هنعمل ويب سايت ده لنفسنا، فأنا هقول له إن أنا صاحب مشروع. طيب بعد ما خلصنا كل الاستفسارات اللي هو طالبها مننا، هنبدأ بقى نخش في خطوة جديدة اللي هي دلوقتي ايه النوع الموقع اللي انت محتاجه. فعندك حاجتين، اول حاجة اللي هي الموقع اللي هو الويب سايت الشخصي بتاعنا او متجر الكتروني. فاحنا ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده هنشرح ازاي ننشئ الويب سايت الخاص بينا، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله برضو هنعمل متجر الكتروني. فاول حاجة هنعملها انشئ موقعك. هنا مثلا انت اسم المشروع بتاعك هنكتب دكتور بيك، وهنا مجال العمل بتاعك احنا مثلا الرعاية الطبية. دي الحاجة اللي احنا عاملين عليها الويب سايت، واللغة اللي احنا عايزينها هنخليها اللغة العربية. وبعدين في الويب سايت ممكن اعدل تاني
ونحط اكتر من لغه. وبعد كده هندوس انشئ الموقع الالكتروني بتاعنا. احنا خلاص كده خلصنا كل حاجه، والويب سايت بيخلص في اقل من 5 دقايق حرفيا. الويب سايت بتاعنا بقى جاهز زي ما انت شايف. الويب سايت خلص في اقل من 5 دقايق. ده الويب سايت بتاعنا. هنا كده كاتب لك لانك تستحق رعايه صحيه امنه وسريعه. يعني خلص الويب سايت، كتب لك كل حاجه، جاب لك هنا صوره. دي كده الجزء اللي هو الهيرو سيكشن، او الجزء اللي هو بيبقى اول حاجه لما الكلاينت يخش يشوف الويب سايت ده بيتكلم عن ايه، وايه هي الحاجات اللي انت الخدمات بتاعتك. دي الصفحه الرئيسيه كده اللي موجوده. هو بنالك الويب سايت كامل، وفيه اكتر من سيكشن، وفي الخدمات بتاعتك. تمام. وهنا كده لو انت عايز تدي تقييم، واتصل بنا، والفوتر بنالك الويب سايت بالكامل، وانت ما عملتش اي حاجه بدون ما تكتب ولا سطر كود، ولا حتى تكون فاهم في التصميم. دي كده الصفحه الرئيسيه والمعلومات عنا. انا لما دوست على معلومات عنا وداني على الصفحه بتاعت معلومات عنا، او المعلومات اللي هي بتاعت الخدمه بتاعتك، او الحاله بتاعتنا، اللي هو الويب سايت اللي احنا عاملينه. احنا عاملين عن حاجه طبيه، فكتب لك كل حاجه انت ممكن تحتاجها. طبعا احنا نقدر نعدل في كل حاجه احنا عايزينها. هنشوف برضو اخر حاجه اللي هي اتصل بنا، جايب لك كل حاجه. ابدأ رحلتك إلى التعافي اليوم. أنت ممكن تقدر بقى إيه تغير في كل حاجة أنت عايز تعملها هنا. وعايز تبعت بقى رسالة، تكتب الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وإرسال، وكل حاجة تمام. طبعا في معاينة هنا تقدر تدوس عليها عشان تشوف الحاجة من غير المنظر اللي أنت كنت شايفه في الأول ده. يعني هنا كده، ده كده الويب سايت بتاعك. بتدوس على، يعني نرجع تاني كده، هنا ده التعديل، فبتلاقي الشكل مش مظبوط. لكن هنا في حاجة اسمها معاينة عشان تشوف الويب سايت شكله عامل ازاي. ده كده شكل الويب سايت اللي هيظهر للعملاء بتوعك. هنا الصفحة الرئيسية والمعلومات عنها، تقدر تتفرج على كل حاجة بنفس المنظر اللي هيظهر عند العملاء بتوعك. وهنا يتصل بنا، كل حاجة تمام. طيب هنا بقى التعديل، انت عايز تعدل على حاجة معينة، فجايب لك هو هنا التعديل. طيب انت مثلا عايز تغير الكلمة دي مثلا، فبكل سهولة انت بتعلم عليها وبتكتب الكلام اللي انت عايزه. فمثلا مش عاجباك كلمة سريعة فبتمسحها، وهنا لانك تستحق رعاية صحية امنة وخلاص، فتمام. كل اللي عليك تبعد بس، تدوس كليك في اي حتة تانية بعيدة عن المربع الاخضر ده اللي مكتوب فيه الكلام. يعني كل اللي انت هتعمله، انت عايز تغير في اي حاجة بتدوس عليها وتغير فيها. انت عايز تمسحها، عايز، هو كاتب لك كل حاجة تحت اهو. تحرير للخلف، انت عايز ترجعها. هو الويب سايت بيبقى مجموعة من اللايرز كده، يعني طبقات فوق بعض. فانت ممكن تخلي مثلا انت عندك الصفحه مثلا دي كده باللون الاخضر، فانت عايز تخلي الكلمه فوق اللون الاخضر. وفي مثلا انت عايز تخفي الكلمه فتخليها ورا اللون الاخضر. فانت عندك كذا طبقه، دي اللايرز اللي بتبقى موجوده. فانت دلوقتي تقدر تعدل في كل حاجه زي ما انت عايز، تغير كل حاجه براحتك. لو عجبك الويب سايت طبعا بالطريقه دي والشكل ده، هو شكل احترافي جدا، مفيش اي مشكله. انت هنا الصوره دي مش عاجباك، فهتدوس على الصورة. فانت مثلا مكان مش عاجبك فتقدر تتحرك في كل حاجة براحتك. فاحنا مثلا طلعناها فوق شوية، هتنزلها تحت. دي المربعات دي بس بتبين لك التقسيمة بتاعة الويب سايت نفسه. هنا بقى مثلا احنا عايزين، تعال ننزلها كمان شوية. احنا مثلا عايزين نكررها، فهتدوس عليها. الكررة دي هتنزلها في حتة تانية او تاخدها زي كوبي كده يعني. فمثلا تعال نجرب، بص جابها لك مرتين اهو. لا احنا مش عايزين كده. احنا دلوقتي مثلا عايزين مثلا تحرير للامام، فكده هو طلعها لقدام. انت مش عاجبك الموضوع، عايز ترجعها ورا، فرجعت لورا. تمام كده انت تقدر تعمل كل حاجة. طب عايز انت الصورة نفسها بقى، اعدادات الصورة، هتيجي هنا مش عاجباك الصورة عايز تغيرها، فممكن تحط هنا بيقول لك ضع هنا الاسم البديل للصورة. عايز تغير اسم الصورة، عايز اجراء النقر، انت عايز تخلي هنا مثلا لما تدوس عليها الصورة تكبر توديك لصفحة تانية، رابط خارجي. عايز تعمل اي حاجة فهيبان معاك واحدة واحدة كل اللي انت عايزه. التصميم هنا بقى، انت مثلا عايز الحجم يبقى كبير صغير عريض، تقدر تتحكم في كل حاجة. تقدر تمسح الصورة خالص وتضيف صورة تانية، كل ده انت براحتك تقدر تتحكم فيه. بس هو انت كده يعتبر هو الموضوع كله دراج اند دروب، وموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجه. طيب انت دلوقتي تقدر تشوفه على الشاشه بتاعه الشاشه بتاعه الكمبيوتر، وتقدر تشوفه على شاشه التليفون. بيبقى شكله عامل ازاي. طبعا ممكن تدوس معاينه وتبص هنا، دي كده على شاشه الموبايل. عايز تشوف مثلا على الشاشة بتاعة الأجهزة اللوحية زي التابلت والحاجات اللي شبهه. وهنا شاشة الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليها، وهنا التعديل لو احنا عايزين نعدل. طيب انت ممكن بعد كده برضو عايز تضيف هنا عنصر، فبيقول لك انت عايز تضيف نص، زرار، عايز تضيف زر لمتجر التطبيقات، عايز تحط صورة، عنوان، أيقونة، فيديو. فمثلا احنا عايزين نحط فيديو، فهو جابه لك هنا في المكان ده. احنا مثلا عايزين نجيبه هنا كده. شوف ببساطة خالص تقدر تتحكم في كل حاجة. عايزين نحطه هنا بالمنظر ده، هتدوس عليه، فادوس عليه دبل كليك يروح فاتح لك بقى. هتحط هنا الرابط بتاع اي فيديو انت عايزه، وهنا
النمط مثلا هنا عايزه يشتغل على طول، كتم الصوت هنا عايز يشتغل على طول، بتشغل دي. عايز إعادة تشغيل أول لما يخلص. هنا المحتوى عايزه تحط له رابط URL لمنصات مثلا زي اليوتيوب وغيره. طيب احنا مش عايزين نحط حاجه هنا، خلاص احنا عرفنا ازاي نضيف عنصر جوه اي سيكشن من السكاشن اللي احنا شغالين عليها. طيب دلوقتي انت عايز تضيف بقى سيكشن او قسم كامل بقى للويب سايت بتاعك، مش عاجبك انت مثلا قسم معين فهتروح مسحه وتضيف قسم تاني. فهنا ممكن تضيف قسم فارغ وتتحكم فيه. وهنا مديك بقى مثلا شويه تيبس كده. انت عايز مثلا القسم ده انت عايزه يعني خدمه، فريقنا، مثلا معرض صور، تعالى نحط مثلا معرض صور زي ما هو كده، بيختار بقى الشكل اللي انت عايزه، فاحنا هنختار مثلا ده. فهو حط لك برضو المعرض بتاع الصور في نفس المكان اللي انت عايزه بالظبط. تقدر انت تتحكم فيه، عايز تنزله تنزله لتحت مره، ترفعه لفوق. يعني مثلا انا عايز انزله لتحت، نزل تحت الخدمات الصحيه بقى موجود تحت هنا. فانت تقدر تتحكم في كل حاجه زي ما انت عايز. عايز تضيف سيكشن تقدر، فانت كده تقدر تشيل سيكشن، تحط سيكشن، تعدل في السيكشن او تضيف اي حاجه انت عايز تضيفها. فتقدر تضيف اي عنصر انت عايز تعمله. كل حاجه تقدر تعملها باريحيه وبطريقه بسيطه جدا وحاجات بديهيه خالص. فالموضوع مش صعب خالص، تقدر انت بنفسك تعمل كل حاجه انت محتاجها. طيب احنا خلصنا الويب سايت وعملنا كل اللي احنا عايزينه وراجعنا كده وتاكدنا من المنظر العام تمام، الشكل عجبنا وكل حاجه بالنسبه لك بقت زي الفل. خلصت الويب سايت، كل اللي عليك تدوس على نشر. بتكتب هنا اسم الويب سايت بتاعك، فكتبنا مثلا دكتور بي ودوسنا على نشر. تمام، الاسم مش موجود قبل كده فادالي الصلاحيه ان انا اقدر ادخل. طيب انا ليا في الخطه المجانيه دي 7 ايام اقدر اعدل في الويب سايت براحتي واعمل اللي انا عايزه. بعد 7 ايام ما بقدرش اعدل فيه. وكده الويب سايت انا لو دخلت خدت كوبي على خدت كوبي وبيست فوداني هنا حتى دكتور بي دوت والد دوت كوم، فدخلني على الويب سايت بتاعي وباللينك اللي انا كتبته. اتفرج على الويب سايت في ثواني، الموضوع خلصان، مفيش اي حاجه صعبه. تقدر بقى انت دلوقتي دي كده في الخطه المجانيه بيبقى كاتب لك بس فوق اللي هو تم انشاء هذا الموقع باستخدام منصه ويلت لانشاء المواقع. وهنا ده زي اعلان كده بس عشان في الخطه المجانيه. انت بقى عايز الويب سايت ما يبقاش في الخطه المجانيه وتبقى ترقي الويب سايت بتاعك في الخطه المدفوعه، يعني كل اللي عليك هتدوس على ابدا الان، هيوديك على الويب سايت اداره الموقع بتاعك. وهنا تقدر تحت هنا انا مثلا كاتب دكتور بيك وده الويب سايت بتاعي. في هنا لو انا عايز اعدل على الويب سايت او الاعدادات او الترقيه فهدوس على الترقيه. مديني بقى الخطط بتاعتي. فانا مثلا عندي الباقه اللي هي الاساسيه دي سنويا بتدفع $150. هنا في الباقه المميزه $210. في الباقه الاحترافيه $350. ده الكلام ده سنويا. فانت في السنه بتدفع $150، فده رقم مش كبير، ده رقم بسيط جدا بالنسبه ان انت هتبني الويب سايت بتاعك بنفسك وتقدر تعدل فيه بنفسك وكل حاجه بنفسك. فانت مش هتحتاج لاي حد. وطبعا انت لو عايز الدعم خدمات هنا بتدوس هنا على الايقونه اللي تحت دي. والدعم هنا شات، تقدر تتكلم معاهم في اي وقت وهيردوا عليك. والدعم هنا باللغه العربيه. فالموضوع بسيط جدا وسهل. هنا بقى انت في الخطة اللي هي الأساسية في حذف الإعلانات، توفير مميز بعلامتك التجارية، ومساحة 10 جيجا، ومساحة التخزين تقدر الويب سايت بتاعك يبقى المساحة بتاعته واصلة لحد 10 جيجا. هنا بتقدر تحط هنا نطاق الزوار الموقع 5 جيجا، الباندويث بتاعك يبقى 5 جيجا. هنا الرابط الدومين بتاعك، وهنا شهادة الحماية ال SSL دي طبعا أهم حاجة في الويب سايت. عدد الصفحة 10 صفحات، والموقع بلغتين، تحط اي لغتين انت عايزهم، باللغه الانجليزيه والعربيه مثلا. وهنا نماذج الاتصال، وهنا الدعم الفني. وبعد كده الباقه المميزه. انت طبعا لو الويب سايت بتاعك عدد الزوار بتاعه كتير، الناس بتدخل عليه كتير، فدي كده افضل حاجه انت ممكن تستخدمها. طبعا $210 كويسه جدا، فممكن تختار دي. عدد الزوار هنا غير محدود، هنا كان 10 جيجا. هنا النطاق الدومين بتاعك مجاني. هنا عدد الصفحة 20 صفحة، 4 لغات. وهنا في الدعم الفني، بريد إلكتروني ودردشة وهاتف، يعني تقدر تتصل بيهم. هنا كان بريد إلكتروني ورسائل بس. طبعا هنا في بتقدر تحط صفحات للصيانة. وطبعا دي كده الخطة دي كويسة جدا مفيدة ليك. وهي أفضل خدمة للي هو الناس مثلا اللي لسه بتبدأ. مثلا لو انت لسه بتبدا هتستخدم الخطه الاساسيه، لكن انت لو عارف ان الويب سايت بتاعك هيجي عليه عدد ريكوستات كتير او هيبقى فيه ناس كتير داخله عليه وبتستخدمه، فالخطه دي هتبقى كويسه ليك. وطبعا $210 في السنه طبعا حاجه جميله جدا، وبيبقى ليك الدومين مجاني، فطبعا دي ميزه كويسه جدا. طبعا انت خلاص خلصت كل حاجه ورفعت الويب سايت بتاعك وعايز تحطه على
الدومين، فمن خلال ويلت تقدر تعمل كل حاجه وترفع الويب سايت بتاعك وتستخدم كل المميزات دي. ففي الخطه المجانيه انت بتجرب الويب سايت 7 ايام، بعد ما تخلص وتاكدت من كل حاجه وجربت خدمه، الويب سايت زي ما هو بترفعه بعد ما بتدفع الفلوس او بترقي الخطه بتاعتك، بتدفع ال $210 والموضوع خلاص بيبقى خلصان. انت دلوقتي بتدوس على ترقيه، ولو انت مثلا في كود خصم بتحطه هنا، مفيش، بتدفع ال $210 بتوعك، بتحط هنا، بتضيف البطاقه بتاعتك وهنا الاسم بتاع البطاقه والبيانات بتاعه البطاقه بتاعتك، وبتدفع وخلاص كده الويب سايت بتاعك بيبقى شغال، وبتقدر تستخدم الويب سايت بتاعك وتعدل عليه براحتك، وبتقدر تتحكم في كل حاجه براحتك وفي اي وقت. وطبعا اهم حاجه عندنا هنا، عندك هنا زي ما احنا قلنا الدعم الفني موجود معاك 24 ساعة في مدار الأسبوع، فأنت ما عندكش أي مشكلة، لو في أي حاجة وقفت معاك بتلاقي الناس بتسبورت معاك بسرعة جدا ومفيش أي مشاكل. طيب احنا كده اتعرفنا على كل حاجة في منصة ويلت. طبعا احنا أول حاجة احنا قلنا عليها الخدمة الأولانية، إن أنت تقدر تنشئ الويب سايت بتاعك بنفسك وتحط البيانات بتاعتك اللي أنت عايزها وتعدل عليها براحتك زي ما احنا شفنا في الويب سايت. تاني حاجة بقى أنت تقدر تعمل متجر إلكتروني، وإن شاء الله ده هيبقى الفيديو اللي جاي. هنقدر من خلال منصة ويلت نعمل متجر إلكتروني، نحط عليه المنتجات بتاعتنا ونعرضها بشكل كويس، والموضوع هيبقى برضو بسيط جدا، وإن شاء الله تبقى كل حاجة عليه سهلة وممتعة، وهتبقى مفيدة ليك جدا ومش غالية مقارنة من إن أنت ممكن لو كلمت أي مبرمج ومصمم وهتحجز الدومين وهتعمل كل الحاجات دي. لا، منصة ويلت توفر لك كل ده في أسرع وقت، والويب سايت بتاعك بيبقى جاهز والدعم الفني شغال وكل حاجة بتبقى سهلة وما بين ايديك. لو كنت مستفيد بالحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.